في اللذاذة اللذاذة سكر كل سنة وانت طيب. أخبار كلها في اللذاذة هتسمعها مع رامز يوسف. مساء الفل عليكم واهلا بيكم في تاني حلقات برنامج في اللذاذه. زي ما انتم عارفين البرنامج ده متخصص بس في الاخبار الفرايحه والمبهجه واللذيذه. فات علينا تقريبا اسبوع او 10 ايام من رمضان، كل سنه وانتم طيبين. تعالوا نشوف ايه اللي حصل في الفتره دي مع بعض. في الفترة اللي فاتت شغل الناس حاجات كتيرة جدا في مصر، ولا هنتكلم عن كوتونيل، ولا هنتكلم عن رامز جلال، ولا هنتكلم عن حادثة ياسمين صبري. هنتكلم عن حاجة أهم من كده بكتير عشان نقفل الموضوع ده خالص. ماما هي سمبوسة ولا سمبوسة؟ سمبوسة طبعا. سمبوسة طبعا. هنا سمبوسة وهنا سمبوسة. سمبوسة طبعا. سمبوسك ايه ازاي يعني؟ سمبوسك. بس انا سمبوسة. انا بقول الاتنين. هي سمبوسك. بوجي هي سمبوسة ولا سمبوسك؟ سمبوسك طبعا. سمبوسة والله. سمبوسة. سمبوسك طبعا. سمبوسك. سمبوسك. انا كمان سمبوسك. سمبوسة. سمبوسة. سمبوسك. سمبوسة. سمبوسة. السلام عليكم، دكتور ورئيس قسم جلالة القدر. انا كنت اتمنى ان السؤال يكون اقل تفاهه من ذلك، سواء هتاكلها سمبوسك هتاكلها سمبوسه، الامتحان في ميعاده. انا مش هغير كده او كده، انا ما يهمنيش تخلص اكلها وامسك ملزمتك بدل ما انت عمال تتكلم في كلام فارغ. بعد اذن حضراتكم. ما دام دكتوره جلاله القدر خلصت الموضوع يبقى خلاص كده مفيش حاجه تتقال. رمضان السنه دي جاي مختلف جدا، رمضان جاي في الحظر، معناها ان احنا ولا هنقابل بعض، مفيش لمه ومفيش عزومه، بس الحمد لله لسه في خير، في مبادرات كتيره جدا ابتدت. شفنا حتى موائد الرحمن بقوا بيجهزوا الاكل والوجبات، والناس بقت بتاخدها تاكلها في اي حته ثانيه عشان ما يتجمعوش. والحمد لله البرامج والمسلسلات دخلت سلتنا جدا، بس لسه كمان الناس بتسلينا من البيت. وبمناسبه الموضوع ده معانا مراسلنا عمرو يونس من عالم التيك توك. انا لسه معيش حاجه هنا بس ان شاء الله هجيب. عمرو عامل ايه؟ كل سنه طيب. اولا اهلا وسهلا بيك. كل سنه طيب. عمرو كده احكي لنا تقريبا ايه اهم الاحداث اللي حصلت في اول اسبوع 10 ايام من رمضان على التيك توك. والله تيك توك في الحقيقه مولع مواهب الفتره دي. لو لعب الزهر معاك هتعمل شريط؟ وكليبات وايه؟ والناس بصراحه قعدت في البيت كتير، طلعت جواهر نقدر نتفرج عليها. اختار لك 5 بصراحه ابهروني جدا. رقم 5 دي عباره عن لما تقعد مع نفسك كتير تبتدي تناقش نفسك في انت ايه اصلا. انا 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 ها عندنا ايه تاني يا عمور؟ رابع واحدة هي أمثل استخدام أنا شفته لحد دلوقتي للفيتشر بتاعت الدوات. خلي بالك لف المحشي يا فندم بيحرق كالوريز زيه زي لف السجاد. يرجى من حضرات ركاب طائرة طيران الإمارات رحلة رقم 1. يعني بتبقى الحبسه صعبه شويه برضو، فحضرتك فاهم يعني. اكتر واحد ضحكني لحد دلوقتي. رقم 2 لما تبتدي بقى تقعد مع نفسك كتير تشوف الفن في حاجات صغيره جميله. انا عاجبني المغرب اللي بيطلع من الناس والله. رقم 1 دي بقى انا سبتها لك للاخر لان دي اكتر حاجه قريبه من قلبي وانا عايشها حاليا. اشمعنى؟ يعني انا بصراحه شايف ان في الماظ في تيك توك، وكل ما الحظر بيزيد والقعده في البيت بيزيد بنشوف حاجات اكتر. بمناسبه بس اخر فيديو ده يا عمرو والعلاقات الزوجيه، انت بقالك تقريبا قد ايه قاعد في البيت؟ بقالي شهرين. وقاعد مع المدام في البيت يعني الشهرين دول؟ ايه الاخبار طيب؟ انا مبسوط كويس انا بحب مراتي. شكرا. كان معانا عمرو يونس مراسلنا من عالم التيك توك من دبي. طبعا بس ان احنا ايه برنامج عالمي. الجواز فعلا الفتره دي مش حاجه سهله ان حد يفضل قاعد وشه في وشهم بعض كده فتره طويله، بس الناس بتسالي نفسها يعني بالتيك توك والحاجات. طب كلنا عارفين شهر 3 و4 دول المفروض ان هو موسم الافراح المصريه. في ناس كتيره لغت وناس كتيره اجلت، وفي ناس بقى قررت انها تتجوز اونلاين وخلاص. دول مثلا هاني وهشام قرروا هم يتجوزوا اونلاين، حتى يا جماعه الجروب فوتوز والصور الفرح كلها كانت تعتبر سكرين شوتس. مش كده وبس، شفنا برنامج اونلاين جديد بتاع هند صبري اسمه مش مسلسل هند صبري، وعملت حلقه من الحلقات الاثنين بقى لهم فتره مخطوبين وعايزين يتجوزوا، وعملت لهم مفاجاه لذيذه جدا في الحلقه. تعالوا نشوف. يعني برضو انا زيكم يعني الشهر انا رمضان وانتوا شهر 3 كان عندنا مشاريع، انا المسلسل وانتوا الفرح وما فرحناش، فعايزه اعمل لكم حاجه لذيذه. هنزفكم
الو. فرح وعيد فرحهم متأجل بقى، عايزين نزفهم انا وانت. مبروك يا عيني. في بقى خبر عجبني جدا المره دي، عشان احنا في الحلقه الاولى جبنا فيديو لاحتفال ممرضين واطباء الحجز الصحي في مستشفى العجمي بخروج السائحه ميران، فاكرينه؟ في بقى خبر احلى واحلى المره دي، احتفال خروج اخر مريض من مستشفى الحجز الصحي في العجمي. الدور الثالث الناس اللي تعبت دكتور احمد كمال تعقيم وناسه الناس اللي تعبنا فرشنا المستشفى. الفترة اللي فاتت شغل المصريين حاجات كتيرة جدا. اهلا ومرحبا بيكم في عزومه رمضان 2020. قدامنا ساعه وربع عشان تلحقوا تخلصوا اكل وتروحوا بيتكم قبل الحظر. لو ركزنا هنقدر نعملها. انزل بالشوربه، انزل بالشوربه. لا مدام عبير سيبي الشوربه، سيبي لسان عصفور. يلا يا استاذ طارق برافو، اشربها كلها كده يلا بسرعه. برافو برافو. للاسف وقت الشوربه خلص. ارفع الشوربه، ارفع الشوربه. انزل بالسمبوسه. يلا مدام توصل مثلث السمبوسه كله يتاكل. يلا يا استاذ طارق مش هتنفع يا استاذ طارق. يلا مولا مولا مولا. ايوه استاذي. ازيك يا مولا؟ ازيك يا استاذ رامز؟ انا بحبك يا اخي، والله العظيم بحبك. والله العظيم يا استاذ رامز انا النهارده عشان دخلت شفتك انا اتولدت من جديد في الحظر. الله الله. فيديو لحد دلوقتي يا مولا تقريبا من اول الحظر. والله العظيم انا في الحظر دوت عملت حوالي 6 فيديوهات، بس انا بصراحه في الحظر ده مبسوط جدا. انت كمان عندك مشكله في موضوع التعليم عن بعد والدفعه دي كده، احكي لي برضه ايه المشكله؟ انا عشان سينيور فانا دفعه بسميها دفعه ما بتتخرجش. طلعوا قرار قالوا ان احنا مش هنتخرج غير لما نمتحن. ومش هنمتحن غير لما يلاقوا علاج، ومفيش حد في العالم كله عارف امتى هنلاقي علاج، فبالتالي مفيش حد في العالم كله لو ما لقوش علاج انتوا مش هتتخرجوا. بالظبط. فبقيت متفرغ بقى، بعمل فيديوهات، بلبس تيشرت ميكي كل يوم كده، احب البسها ساعه الصبح كده. طيب مولا بس انا ممكن اتكلم معاك للصبح، بس قبل ما نقفل عايزين بس كلمه صغيره ونصيحه من دكتوره جلالة القدر للشباب اللي موجودين دلوقتي في الحظر، ازاي يستفيدوا بوقتهم ده. طيب بس هطلب حاجه عشان انا دايما بحب افصل دكتوره جلالة القدر عن محمد مولا، فانا هخبي نفسي. السلام عليكم، السلام عليكم يا ولاد. عايزاكم تتفرجوا على برنامج في اللذاذه ده، بس عايز اقول لكم ان مهما عملتوا ومهما رحتوا او جيتوا وان شاء الله تتفرجوا على السيزون كله، انا محضره كوابيس. الامتحانات هتتعمل، ما يهمنيش بقى في اللذاذه او كده. اعمل برامج تعليميه يا رامز، اعمل برامج تعليميه افيد للعيال. السلام عليكم. شكرا يا مولا، ورمضان كريم كل سنه طيب، وما تحرمناش من فيديوهات كتيره بقى كل شويه. يا في مفاجآت كتير جايه كده يا رامز، وانا مبسوط وابقى اتفرج على الحلقه بقى اشوف نفسي في الحاجات دي. حبيبي يا مولا. ده كان محمد المولى يا جماعه، من اكتر الناس اللي مسلينا اونلاين الفتره اللي فاتت من ساعه الحظر، يمكن من قبل كده كمان. وكده وصلنا لاخر فقره في حلقه النهارده، بنشكر كل الناس اللي شجعونا على الحلقه الاولى، وما تنسوش انتوا معدين بتوع البرنامج ده اي اخبار ايجابيه او فيديوهات مبهجه ابعتوها لنا عشان الحلقه الجايه. خليكم في البيت، رمضان كريم، اشوفكم الحلقه الجايه.